الحمد لله الذي اقترح الأشياء بلطيف قدرته وبديع صنعته فأحسن فيما اخترع، وأبدع الموجودات على غير مثال فلا شريك له فيما ابتدع. ألف بين اللطيف والكثيف من أعداد وآحاد الجوهر وجمع، ليقر له بالوحدانية ويستدل على وجود الصانع بما صنع. فالعارفون واقفون تحت مطارق اللطائف بأقبية أبنية التوبة والورع، ليس لقلوبهم مجال في ميدان الكبرياء على أن حماه رحب متسع، فهم إن مالوا إلى نيل مطلوبهم ردهم قهر الهيبة إلى مفاوز الخوف والجزع، وإن هموا بالذهاب عن الباب عاقهم قيود الغيب فعز عليهم الرجوع وامتنع. فسبحان من يتوب على الجاني ويقبل العاصي إذا تاب إليه ورجع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أقر له بالوحدانية واعترف له بالربوبية والألوهية ولعز جلاله وجماله قد خضع. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي سن السنن وبين الفرائض وشرع الأعياد والجمع، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما ركد الماء ونبع، وظهر في ميدان سطح السماء نجم وطلع، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيا أيها المسلمون، قيدوا هذه النفوس بزمام، وازجروا هذه القلوب عن الآثام، واقرؤوا صحف العبر بألسنة الأفهام. يا أيها الإنسان يا من أجله خلفه وأمله قدامه، يا مقتحما على الجرائم أي اقتحام. فيا مسلمون انتبهوا، تيقظوا، تذكروا، تفكروا يا نوم، كم ضيعتم من أعوام. الدنيا كلها منام، وأحلى ما فيها أضغاث أحلام، غير أن عقل الشيخ فيها عقل الغلام، فكل من قهر نفسه فهو الهمام. هذه الغفلة قد تناهت والمصائب قد تدانت، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا إنسان، يا فلان، يا يقظان، يا من يسير بعمره وقد تعدى الحدود، ابكي على مصيبتك فلعلك مطرود. يا من عمره ينتهب وليس الماضي يعود، قد أسمعك المواعظ من إرشادها نصحا، وأخبرك الشيب أنك بالموت تقصد وتنحى، وناداك لسان الاعتبار: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لما انقضى زمن التواصل والرضا، قد صرت تطلب رد أمر قد مضى. هلا أتيت ووقت وصلك ممكن، وبياض شيبك في العوارض ما أضاء. فيا أيها الأخ المبارك، افتح لي قلبك المغمور إيمانا، أرع لي سمعك المحب ذكرا، أعطني لمحة من بصرك المتقد عبرا. أخي بهجة هذا الدين، يا رعاك الله، قف معي هنيئة يسيرة لنسبح طويلا مع هذا الحديث، فهو حديث إلى أخ لي حبيب قد أراه في كل صف من صفوف الصلاة، قد أراه في كل مكان، قد أراه بين كل اثنين، قد أراه في كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الحديث أخصه بأخ لي لم يسلم من أخطاء سلوكية، وكلنا خطاء، لم ينج من تقصير في العبادة، وكلنا مقصر. ربما رأيته حليق لحية طويل ثوب، بل ربما أسر ذنوبا أخرى، ونحن المذنبون أبناء المذنبين. نعم، وبكل صدق ومشاعر تحمل روح الأخوة والمودة أريد أن أتحدث إليك أنت أخي حديثا أخصك به.
فهل تفتح لي أبواب قلبك الطيب ونوافذ ذهنك النير؟ فوالله الذي لا إله إلا هو إني لأحبك حبا يجعلني أشعر بالزهو كلما رأيتك تمشي خطوة إلى الأمام، وأشعر والله بالحسرة إذا رأيتك تراوح مكانك أو تتقهقر وراءك. أحدثك أخي حديثا أسكب روحي في كلماته وأفرق قلبي في عباراته، إنه أخي حديث القلب إلى القلب فلا تعجب، حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أخي وحبيبي يا من أخطأت، هل تظن أن أخطاءنا أمر تفردنا به لم نسبق إليه؟ كلا، فما كنا في يوم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن نحن بشر معرضون للخطيئة، يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، وكل من ترى من عباد الله الصالحين لهم ذنوب وخطايا الله أعلم بها. قال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه يوما: وقد تبعوه لو علمتم بذنوبي لرجمتموني بالحجارة. إي والله أخي قد أحرقتنا الذنوب وآلمتنا المعاصي، ولكن أيها الحبيب المحب أرعني سمعك يا رعاك الله، واعلموا أن هذه الخطايا ما سلمنا منها ولن نسلم منها، ولكن الخطر أن تسمح للشيطان أن يستثمر ذنبك ويرابي في خطيئتك. أتدري كيف ذلك؟ يلقي في روعك أن هذه الذنوب تسلبك أهلية العمل لهذا الدين أو الاهتمام به، ولا يزال يوحي إليك: دع أمر الدين والدعوة لأصحاب اللحى الطويلة والثياب القصيرة، دع أمر الدين لهم فما أنت منهم. وهكذا يضخم هذا الوهم في نفسك حتى يشعرك أنك فئة والمتدينون فئة أخرى. وهذا يا أخي حيلة إبليسية ينبغي أن يكون عقلك أكبر وأوعى من أن تمرر عليه. كلا يا أخي، أنت متدين، أنت تتعبد الله بأعظم عبادة تعبد بها بشر لله، أن تتعبد بالتوحيد. أنت الذي حملك إيمانك فطهرت أطرافك بالوضوء، وعظمت إلهك بالركوع، وخضعت له بالسجود. أنت صاحب الفم المعطر بذكر الله ودعائه، والقلب المنور بتعظيم الله وإجلاله. فهنيئا لك توحيدك، وهنيئا لك إيمانك، وهنيئا ثم هنيئا لك يقينك وصدقك وقربك من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى صفاته. كلا يا أخي، فأنت صاحب قضية مصيرية عقدية ربانية. أنت أكبر من أن تكون قضيتك فريقا كرويا يكسب أو يخسر. أنت أكبر من أن تدور همومك حول المتعة والأنس والأكل والشرب، فذلك كله ليس بشانك، إن ذلك شأن غيرك ممن قال الله فيهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إي أخي، أنت من يعيش لقضية أخطر وأكبر، هي هذا الدين الذي تتعبد الله به، هذا الدين الذي هو سبب وجودك في هذه الدنيا وقدومك إلى هذا الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الدين كامل في مبناه، واف في معناه، سام في مغزاه، عال في مرماه. هذا الدين لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، دين نسبه الله إلى نفسه. إن الدين عند الله الإسلام. فهذا الدين لم يكن لأمة من الأمم مثله، ولا نزل على نبي من الأنبياء نظيره. أتباعه خير أمة أخرجت للناس. لقد رضيه الله دينا فلن يسخط عليه أبدا، وأكمله فلن ينقص أبدا. أتم به نعمة الدارين، وحقق به سعادة الحياتين. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين لا يقبل الله التدين بسواه،
ولا يرضى أن يعبد بغير مقتضاه، لا ينجو المكلف بغير اتباعه. هذا الدين من آمن به اهتدى ومن تمسك به نجا. هذا الدين من أعرض عنه لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا مسلمون، يا رجال، من حق هذه الأمة أن تفاخر بدينها وتعتز بشريعتها. يا رجال، ألم تتوحد بهذا الدين الصفوف؟ يا هؤلاء، ألم تتآلف به القلوب؟ هذا الدين أنقذ البشرية من مهاوي الردى وارتفع بها إلى مشارف الفضيلة. هذا الدين نقل هذه الأمة من الذل والاستعباد إلى مراقي العزة والكرامة. ولسائل يا كرام أن يسأل عن حقيقة هذا الدين، فإليكموها خذوها مدوية، تدبروها افهموها. حقيقة هذا الدين نور في البصائر، صلاح في الباطن والظاهر، صدق مع الله، صدق مع الناس. من ازداد به معرفة ازداد له احتراما وتوقيرا وتعظيما. هذا الدين عقيدة صافية وإيمان عميق. هذا الدين حفظت به الحقوق ورسمت به الأحكام مع نزاهة في التنفيذ وقيام بروح العدل والمساواة واحترام الحقوق العامة والخاصة. هذا الدين قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد مع اعتبار للأعراف والعادات. هذا الدين شمل جوانب الحياة، شمل جميع جوانب الحياة وعلاقاتها في العقائد والعبادات وفي شؤون الأسرة والمعاملات وفي الحدود والجنايات. أوضح حدود العلاقات بين الحاكم والمحكوم، وبين الحقوق نحو ولاة الأمور وأئمة المسلمين. هذا الدين إنه ينبوع الملل وأساس الديانات، فكله أحكام عادلة وإدارة رشيدة وسياسة حكيمة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إسلامنا بالأمس أنشأ أمة كانت تعيش مذلة وصغارا، فغدت بفضل الله أعظم أمة كانت لكل الحائرين منارا. وإذا اتخذنا ديننا منهاجنا فبه نربي صفوة أبرارا، يشثرون دنياهم بأكرم ميتة حتى ينالوا جنة الخلد والأنهار. وإذا تعود الدار أكرم عودة وتعود ترفع في الديار الغارة. إذن أخي أعود أذكرك مرة أخرى أن تقصيري وإياك في طاعة ربنا أو خطئي وإياك في سلوكنا لا يحللنا أبدا من العمل للدين، من هذه المسؤولية الكبرى وهي العمل لهذا الدين، ولا يعفينا من هذه القضية الخطيرة وهي العمل للدين. فلا بد أن نعمل للدين. انظر يا رعاك الله إلى هذا الموقف العظيم، وأرجو ثم أرجو منك أن تنظر إليه نظرة إيمان، نظرة فاحصة يغلب فيها حب الدين. وأرجو منك أن تجعل هذا الموقف تحت مجهر بصيرتك. إنه خبر أبي محجن الثقفي رضي الله عنه. لقد كان هذا الصحابي مبتلا بشرب الخمر، فكان يجاء به فيجلد ثم يجاء به فيجلد، ولكنه لم يفهم أن شرب هذا البلاء يعفيه من العمل للدين أو القعود عن نصرته. فإذا به يخرج مع المسلمين في القادسية جنديا مجاهدا يبحث عن الموت مضانة. وفي القادسية يجاء به إلى أمير المؤمنين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد شرب أبا محجن الخمر، فيعاقبه سعد بعقوبة شديدة على نفس أبي محجن الثقفي. أتدرون ما هذه العقوبة التي آلمت أبا محجن؟ إنها عقوبة الحبس، فلا يدخل المعركة مع المسلمين ولا يشارك في القتال. وكانت عقوبة قاسية آلمت أبا محجن أشد الإيلام، حتى إذا سمع ضرب السيوف ووقع الرماح وصهيل الخيول وعلم أن سوق الجهاد قد قامت وأبواب الجنة قد فتحت، جاشت نفسه وهاجت أشواقه إلى الجهاد.
إلى الجنة، فعبر عن حسرته بقيام سوق الجهاد وهو حبيس القيد والسن بقوله: كفى حزنا أن ترتد الخيل بالقنا فأترك مشدودا إلى وثاقها إذا قمت عنا في الحديد وعلقت مصارع دوني قد تصح المناديا. فلله عهد ألا أحيف بعهده لئن فرجت ألا أزور الخواليا. ثم نادى امرأة سعد بن أبي وقاص قائلا: يا امرأة خليني فكي قيدي، فلله علي إن سلمت من الموت أن أجيء حتى أضع رجلي في القيد، وإن قتلت استرحتم مني. فرحمت أشواقه واحترمت عاطفته وخلت سبيله وفكت قيوده، فوثب أبو محجن على فرس لسعد بن أبي وقاص يقال لها البلقاء، ثم أخذ الرمح وانطلق، لا يحمل على كتيبة للكفار إلا كسرها، ولا على جمع إلا فرقه. وسعد بن أبي وقاص يشرف على المعركة من أعلى، ويأخذه العجب مبلغه ويقول: الكر كر البلقاء والضرب ضرب أبي محجن، الكر كر البلقاء والضرب ضرب أبي محجن. حتى إذا انهزم العدو عاد أبو محجن فجعل رجله في القيد، فما كان من امرأة سعد إلا أن أخبرت سعدا بهذا النبأ العجاب وما كان من أمر أبي محجن، فأكبر سعد هذه النفس وهذه الغيرة على الدين وهذه الأشواق للجهاد، وقام بنفسه إلى هذا الشارب للخمر يحل قيوده بيديه الطيبتين ويقول: قم فوالله لا أجدك في الخمر أبدا. وأبو محجن يقول: وأنا والله لا أشربها أبدا. فانظر أخي إلى هذا الموقف، كيف لم يعفي نفسه بالخطيئة ولم تقعده المعصية عن الولاء لهذا الدين والعمل له. فيا رجال يا مسلمون، أنتم بحاجة إلى العمل للدين. العمل للدين مسؤولية الجميع، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، شبابا وشيبة. فلله در أقوام علموا مكانة هذا الدين فقدموا في سبيل الله نصرته كل رخيص وغال، جاهدوا النفوس حتى ألزموها العمل للدين، فعاشوا أكرم عيشه وماتوا أسعد ميته. أحدهم يجاء به فيلقى في قدر مغلي بالزيت، ثم ترتعد الفرائص عند مثله وتقشعر الجلود لمنظره، فيبكي فيقال له: ما يبكيك؟ فيقول: إن لي نفس واحدة تلقى فتموت، وكم تمنيت أن لي أنفسا بعدد شعر جسدي كلها تلقى في مثل هذا القدر فتموت في سبيل الله حبا وعملا لهذا الدين. وآخر عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله يموت في أحد شهيدا، فيكلمه ربه كفاحا ويقول: تمنى يا عبدي، فيقول: أتمنى أن أحيا ثم أقتل في سبيلك، ثم أحيا فأقتل في سبيلك. كل هذا حبا وعملا لهذا الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي خير المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أخي المسلم الحبيب، ليست الخطايا عذرًا للتحلل من الولاء لهذا الدين، ولا من العمل له، ولا من نصرته، ولا من الغيرة عليه. ولولا ذلك لما انتصر للدين منتصر ولا قام به قائم. هل تذكرت أخي أنك جزء من هذه الأمة؟ هل تذكرت أخي أنك جزء من هذه الأمة التي يجب أن تكون في المقدمة
في وقت تتسابق فيه الأمم في صنع المستقبل. إننا في عصر ينبغي أن نقتحمه متحدين، فهل فكرت يا أخي في إسهام حقيقي منك في نصرة هذا الدين، في العمل للدين؟ هل تذكرت أخي أن دينك هذا دين الإسلام الذي تدين الله به مستهدف بعداء مرير وكيد طويل؟ هل آلمتك مجازر المسلمين ورخص دمائهم فإذا هي أرخص من ماء البحر، واستهانة الأعداء بمدن المسلمين تباد ودولهم تبتلع، في الوقت الذي تصاب به الدنيا بالأرق لرهينة واحدة من الأعداء؟ أخي، أما أثر فيك إهانة الأعداء لكتاب الله والاستهانة بأرواح ودماء المسلمين؟ أيها الحبيب، هل فتشنا في أنفسنا جميعا وتساءلنا كم تبلغ مساحة الإسلام من خارطة اهتمامنا؟ كم نبذل للدين؟ كم نجتهد للدين؟ كم نهتم بالدين؟ هل هو قضية في حياتنا تتراءى لنا وتؤرقنا، أم قد رضينا بعبادات تحولت إلى عادات؟ إننا يا أخي إذا لم ننفر لهذا الدين بكليتنا فإنا ورب الكعبة نخشى أن ينالنا ذلك الوعيد الشديد الذي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. اسمعه أخي في قول ربك جل جلاله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. واسمع لقول ربنا وهو يقول عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. واسمع لقول الباري: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أخي يا رعاك الله، هل جاهدت نفسك في طاعة الله لتتمثل الموعود الإلهي الذي يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين؟ هل لا تمثلت واستشعرت قول الله: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ أخي المسلم المحب لهذا الدين، أهاتفك بأمور اعمل بها لدينك وحافظ عليها تعش أبد الدهر سعيدا وتمت شهيدا وتلقى ربا راضيا غير غضبان وتخلد جنات عدن مع الحور العين. الزم الصراط المستقيم وتمسك بحبل الله المتين. حافظ على الصلوات المكتوبات وصل ما كتب لك من نوافل العبادات. صم يوما في سبيل الله، صم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. أطع أباك وبر بأمك. أتل قرآنا واحفظ سورة. اسمع شريطا إسلاميا نافعا. وزع شريطا واقرأ كتابا. اصحب صالحا واترك فاسقا. قم الليل وصم نهارا. اترك سجارة واستخدم سواكا. اسمع قرآنا واترك غناء. احفظ لسانا وقلل كلاما. اترك جدلا وقل صوابا. اخفض صوتا واعلي حقا. احترم صغيرا ووقر كبيرا. صن عرضا واحسن فرجا. وقر ربا واكرم ضيفا. صل رحما وزر مريضا. أعطي فقيرا وأعم مسكينا. وزع زكاة وتصدق مالا. أرشد غاويا وانصح صاحبا. اعمل معروفا واترك منكرا. يا مسلمون يا رجال، العمل للدين عنوان السعادة وطمأنينة القلب وراحة البال. به تتم السعادة ويزول القلق والهم والأرق والضيق. العمل للدين به تقضى الحاجات وتنفرج الأمور وتزال الكروب وتنقضي الهموم. يا مسلم، من هذه اللحظة ابدأ بالعمل لدينك. ارفع ذكرك وأعلي شانك، فالكلمة الطيبة صدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة، والدعوة إلى الله منهاج الرسل والأنبياء.
عمل قليل دائم خير من كثير منقطع. يا مسلمون، ألا صلوا وسلموا على خير البشر، خير من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا جابر المنكسرين ويا مغيث الملهوفين والمستغيثين، نسألك أن تقابل إساءتنا بإحسانك وتقصيرنا بعفوك وامتنانك. اللهم سلمنا من نفوسنا التي هي أقرب أعدائنا، وامنن علينا بالتوفيق بعمل إليك يقربنا. أتمم علينا يا مولانا ما به أكرمتنا من نعمة هذا الدين، أدم علينا إحسانك كما عودتنا. فها نحن عبيدك قد ألقينا نفوسنا بين يديك، وطمعنا بحسن وفدك وجميل رفدك فيما لديك. اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك ويحبون العمل لدينك. اللهم يا كريم يا جواد يا رؤوف بالعباد، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا وجاد، نسألك الجنة وما قرب إليها من الأعمال والأقوال. اللهم يا ذا الكرم العميم، نسألك أن تدخلنا الجنة ووالدينا، وأن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء هذا الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء هذا الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا سخاء رخاء. اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين، احفظها بحفظك يا رب العالمين، واجعلها شامخة عزيزة عالية عاملة لهذا الدين. اللهم احفظ ولاتها من كل أمر وسوء. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا في يدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، اللهم نسألك يا حي يا قيوم، اللهم نسألك يا حي يا قيوم أن تنصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياعا فأطعمهم. اللهم لا مأوى ولا مسكن وليس لهم إلا أنت يا الله، اللهم ليس لهم إلا أنت يا الله. فيا حي يا قيوم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود الغاصبين. اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر، اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر. اللهم ربنا كما أهلكت عادا وثمود، كما أهلكت فرعون وقارون، فاللهم عليك باليهود، اللهم أهلكهم، اللهم أهلكهم يا رب العالمين. اللهم في هذه الساعة المباركة، في ساعة الجمعة، في ساعة استجابة، نسألك أن تربط على قلوب إخواننا في غزة. اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم واجعلهم شهداء، واشف مرضاهم يا رب العالمين. من كان منهم حيا فاللهم أطع عمره في طاعتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا قاضي الحاجات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات، يا من بيده مفاتيح الفرج، يا من بيده مفاتيح الفرج. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا وامكر بنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم
اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا جللا. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا جللا. اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أغث قلوبنا بنور الإيمان وأغث بلادنا بالأمطار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.